السلام عليكم ومرحبا على قناتكم قناة لك الخبر في خبر جديد وحصري خاص بأساتذة زنزانة 10 ضحايا التسويف وتجاهل الوزارة الوصية. المطالب ديالهم واضحة: تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، يعني ترقية عادلة وعاجلة. من بعد ما بقاو سنين كيتسناو والحقوق ديالهم مازال مقطوعه. في تصريح مثير لعضو من التنسيقيه كيقول فيه بان الوزاره كتلعب معنا لعبه تسويف وكتحاول تفصل الماده 81 كيف ما بغات، وحتى المراسم التطبيقيه مازال ما صدروش. هذا الشيء كيجردنا من الامل وكيزيد من الاحباط. شنو كيعني هذا التاويل الايجابي المنقوص؟ يعني الوزاره كتفهم القانون على حسابها وما كتطبقش الحقوق كامله. الاساتذه غاضبين بزاف وكيهدوا بالتصعيد. وزير التربيه سعد براده في البرلمان دار لقاءات، لكن الاساتذه ما عجبتهمش الاجوبه، بل حتى قطعوا الجلسات ديال المحاسبه احتجاجا على هذا الوضع. وبيناتهم كاين تحذير واضح: الا الوزاره بقات غاديه في الطريق ديال التسويف المسؤوليه غادي تكون عليها، والاساتذه راهم مصرين باش يستعملوا كل الوسائل المشروعه باش ياخذوا حقهم. ودابا السؤال اللي كيسولوه بزاف الناس: واش غادي تكون هناك ترقيه عاجله وعادله؟ شنو دور النقابات في هذه المعركه؟ وكيفاش غادي يتفاعلوا مع الاساتذه؟ خليكم معنا، غادي نجيب لكم جديد الملف، تصريحات حصريه من التنسيقيه وكذلك من الوزاره، تحليل مفصل لكل خطوه ما جاء ان شاء الله. ما تنسوش لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس على الكل هكا باش توصلوا دائما الجديد. والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.